السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم هارلي محمود ورجعت لكم بتحدي جديد، بس قبل ما نشرح فكرة التحدي بتاع النهارده أهم حاجة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان لما منزل فيديو يوصلكم، صلوا على النبي تحت في الكومنتات، وحشتوني كلكم ما جيش هارلي طبعا انتوا عارفين ان انا اتأخرت عليكم، بس معلش وانا كنت بنزل لكم فيديوهات شورتس على القناة هنا عشان اقول لكم ما مش هنزل فيديو النهارده واتأخرت ليه. طبعا انتوا عارفين ان انا لما بنزل فيديو شورتس على القناة هنا يبقى أنا مش هانزّل فيديو طويل، لإن طبعًا أنتم عارفين إن أنا عندي قناة shorts ولو مش لسه ما اشتركتش فيها هتلاقيها تحت في الdescription اللينك بتاعها في أول comment، روح اشترك فيها عشان بانزّل لكم عليها فيديو shorts كل يوم. وبرضه المسلسل بتاع مع توم اللي مع الحكايات وأنت بتتفرج دلوقتي الحلقة ال27 نزلت هنا، روح اتفرج عليها عشان خلاص المسلسل خلاص بينتهي، وأتمنى يكون المسلسل عجبكم، وطبعًا كل سنة وأنتم طيبين خلاص يا جماعة إحنا قرّبنا على العيد، بس كده. تعالوا بقى أشرح لكم فكرة التحدي. فكرة التحدي يا جماعة آآ إن كل جولة هينزل لنا ورقة، الورقة دي هيبقى مكتوب فيها سؤال عشوائي وأنا المفروض أجاوب على السؤال ده. طب يا جماعة أول جولة الورق المفروض إن أنا أقرا السؤال وأجاوب عليه. السؤال هو إيه هو أكتر فيديو تعبك في التصوير لغاية دلوقتي؟ يا جماعة أكتر فيديو تعبني في التصوير لغاية دلوقتي وهو فيديو الطفل الأصفر الجزء الرابع. طب يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن سلسلة الطفل الأصفر كلها تعبتني، بس كان أكتر فيديو تعبني في تصويره وفي مونتاجه وكان تقريبا يعني فيديو كان طويل هو فيديو الطفل الأصفر الجزء الرابع. فأنت لو لسه ما شفتوش روح شوف عشان بجد فايتك كتير، واتفرج برضو إيه على الفيديوهات كلها. يلا بينا نخش على الجولة التانية والسؤال التاني. السؤال التاني يا جماعة، هتعمل فلوج في العيد ولا لأ؟ يا جماعة هعمل لكم فلوج في العيد، ممكن يكون فلوج في العيد يوم فلوج الخروجة، فقولوا لي برضه لو عايزين أعمل لكم فلوج الخروجة بتاع العيد ولا لأ. خش على السؤال التاني. السؤال التالت يا جماعة، فيديو لعبة ماما زعلانة الجزء التاني هينزل امتى؟ الجزء التاني يا جماعة هينزل إن شاء الله يوم الخميس، ولو مشفتش الجزء الأول اللي هو نزل الفيديو اللي قبل ده هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، روح اتفرج عليها وتستنى الجزء التاني عشان خلاص هنهرب منها، يعني هنهرب منها. خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده، هتعمل أفلام قصيرة تاني ولا هو كان فيلم واحد اللي أنت نزلته؟ لا يا جماعة إن شاء الله هيبقى في أفلام قصيرة، بس انتوا قولوا لي لو عايزين فيلم، ولو ما شفتش فيلم أربعة مختلفين هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، روح اتفرج عليه لأن الفيلم ده جامد جدا، وقولوا لي لو عايزين أفلام تانية قصيرة أعملها لكم. خش على السؤال اللي بعده. طب يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن أنت لو لسه ما دخلتش جروب الواتساب هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، روح خش جروب الواتساب عشان هناك ب... ب... بننزل حاجات جامدة جدا على جروب الواتساب. بس كده نكمل التحدي. إيه هو أكتر يوتيوبر بتحب تتفرج على فيديوهاته؟ بص يا جماعة هو مش واحد، هما اتنين. أول حد بحب أتفرج على فيديوهاته وهما عيلة شيمو فاميلي، بجد يا جماعة بحب أتفرج على فيديوهاتهم جدا، وأي فيديو بينزلوه أنا بكون أول واحد بشوفه يا جماعة. تاني يوتيوبر باحب أتفرّج على فيديوهاته وهي يا جماعة دنيا حسني، برضه باحب أتفرّج على فيديوهاتها وقصصها كلّها. وبس كده يا جماعة كده الفيديو بتاع النهارده خلص، أهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل ما أنزّل فيديو يوصلك، ولو ما شُفتش الفيديو اللي فات هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. ما تنساش بقى تخش جروب الواتساب والإنستجرام والقناتين هنا تحت في الديسكريبشن. إن شاء الله راجع لكم فيديوهات جامدة في العيد. بس كده، سلام.